الجمال والحلاوة والطعامة وورق العنب الجميل التحفة. ألف هنا وشفا على اللي هياكل الطبق ده. ده طبق ورق عنب محشي جاهز على التسوية. احنا برضو في الكيتشن بتاعنا عندنا منه أنواع. في المحشي الرز التقليدي عادي خالص، وفي رز بلحمة، وفي اليالنجي، وفي اليبرق. وفي لو عايزين طاجن باللحمة الانتركوت ده متاح برضو. يعني بالنسبة لنا زي ما العميل يحب ويطلب ده متاح. الميزة برضو التانية من مميزات التعامل مع مطبخنا إن حضرتك تقدر تحدد الكمية اللي انت عاوزها. عايز تاخد كيلو إلا ربع، عايز تاخد ربع كيلو، عايز تاخد نص كيلو، براحتك على الآخر. عايز تشيل حاجة من الانجريدينتس بتاعته، يعني مثلا حد بيحبه من غير نعناع يقول أنا مش عايز نعناع في الانجريدينتس بتاعته، أنا مش عايز كمون، أنا عايزة أقلل الفلفل الأسود، أنا عايزة أكتر الفلفل الأسود. كل الحاجات دي متاحة، ما فيهاش مشكلة خالص. هنتكلم عن حجز أعياد الميلاد والمناسبات. بصوا يا جماعة، لازم نبقى فيه صراحة مع بعض. احنا عارفين اللي بيجهز لعيد ميلاد ابنه أو بنته عارف العيد ميلاد يوم ايه، مش جايله مفاجأة. فلو حضرتك مثلا العيد ميلاد بعد أسبوعين، وحضرتك خلاص قررت انت ان انت هتعمل عيد ميلاد، يبقى خلاص، يبقى نبتدي نتحرك من دلوقتي ونعرف الأصناف اللي محتاجينها إيه. لو في حاجة محتاجة حجز، حاجة محتاجة إن أنا أجيبها من قبل العيد ميلاد بفترة، كل ده لازم نجهزه. يعني إحنا ليه نستنى قبل العيد ميلاد بيومين ثلاثة ونبتدي بقى نفكر ونقول أوبا ده أنا جايلي 50 فرد، ده أنا جايلي 100 فرد؟ لا حضرتك، ما هو إحنا عارفين يعني. أنت عارف العيد ميلاد قبلها أكيد، أنت عارف الشخص اللي اتولد وعامل له عيد ميلاد ده عارف من قبلها بسنة. فيعني ما تحجز، احجز ونظبط حالنا ونشوف احنا هنعمل ايه، وايه الاصناف اللي عايزينها في العيد ميلاد، وهنظبط الدنيا ازاي. فدي رجاء يعني. وانا بقول هو ليه؟ عشان خاطر الناس تفهم، عشان كل حاجة تبقى محجوزة، كل حاجة معمولة بيرفكت، كل حاجة معمولة تمام تمام كده. رجاء بس الحجز حاجة مهمة جدا. وفي اي حاجة مادام انا عارفة ان انا هاكل اليوم الفلاني احجز.